السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر سيد سمير من قناة ايزي جرامر. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الوحدة العاشرة في منهج كونكت الترم التاني. الوحدة العاشرة عندنا بعنوان She is an engineer. She is an engineer يعني هي تكون مهندسة. طيب، تعالوا نشوف الدرس الأول معانا بيتكلم عن إيه. أولا هنوصف الصورة اللي موجودة قدامنا. الصورة موجود فيها فيت وده موجود في أعلى الصورة زي ما احنا شايفين. كلمة فيت يعني طبيب أو طبيبة بيطرية. عندي كلمة دكتور. كلمة دكتور طبيب أو طبيبة. وطبعا موجودين فين الطبيب أو الطبيبة؟ بيبقى موجود في المستشفى هوسبيتال. أوكي. أما الطبيب البيطري وهو المختص بعلاج الحيوانات. عندنا في شمال الصورة عندي كلمة engineer مهندس engineer. الاكسرسايز الأولاني اللي موجود عندنا بيقول look listen and repeat. كل شخصية بتتكلم عن إحدى الوظائف اللي موجودة في الصورة. فعندي شخصية أميرة بتتكلم بتقول he is an engineer. he is an engineer. ممكن أقول له he is أو he is an engineer. عندي هاني بيقول oh look he is a firefighter. oh look he is a firefighter. وطبعا firefighter اللي هو رجل المطافي زي ما احنا شايفين في الصورة. بعد كده هنا بتقول he is a dentist. he is a dentist بتشاور على طبيب الأسنان. وطبعا كلمة a dentist يعني طبيب أسنان. بعد كده يوسف بيقول and she is a doctor. she is a doctor طبعا بيشاور على الطبيب. وده حوار داير بينهم. وآخر حد عندنا في الصورة بيقول she's a vet. she's a vet إنها أو هي تكون طبيبة بيطرية. تعالوا نتكلم بقى عن الوظائف اللي موجودة قدامنا في الصورة. عندي أول وظيفة كانت صورة المهندس. مهندس يعني engineer. فعندي التركيب اللي هو he is an engineer. he is an engineer. طبعا أنا هشرح التركيب ده بالتفصيل في الخطوات التالية إن شاء الله. الوظيفة اللي كانت بعد كده وظيفة الطبيب. فبيقول he is a doctor. he is a doctor. الوظيفة اللي بعد كده طبيب الأسنان. طبيب الأسنان يعني dentist. فبقول he is a dentist أو he is a dentist. وطبعا زي ما عرفنا قبل كده إن الأبوستروفي أو الإز الاختصار بتاعها أبوستروفي إس. الاختصار بتاعها أبوستروفي إس. الصورة اللي بعد كده صورة الطبيب البيطري. عندي طبيب بيطري يعني vet. he is a vet أو he is a vet. الصورة اللي بعد كده صورة رجل المطافي. ورجل المطافي يعني a firefighter. a firefighter. فلما هقول الجملة بتاعتها فأقول he is a firefighter أو he is a firefighter. الوظيفة الأخيرة عندنا وظيفة ضابط البوليس. وضابط البوليس يعني police officer. مش اسمها بوليس خالص، اسمها police officer. فلما هاجي انطقها أقول he is a police officer. he is a police officer. وطبعا وظيفة الايه المعلم طبعا هي مش موجودة هنا. وظيفة المعلم معلم يعني teacher. معلم يعني teacher. فلو أنا هتكلم عن نفسي أقول I am a teacher. طيب لو هنشاور على المعلم هقول he is a teacher أو she is a teacher. طبعا ده الهوم وورك. هنلاقي الرابط بتاعه أسفل
الفيديو. تمام. الرابط تقدر تحمل منه الشيت دون لكل احبائي في الصف الاول، في طلبه الصف الاول يقدروا يحملوا الشيت دون ويعملوه كهوم ورك في البيت عشان يقدر يتدرب على الكتابه الصحيحه. عندي كلمه an engineer، a doctor، و a dentist. ومعانا الشيت التاني الخاص بالهوم ورك. أحبابنا طلبة الصف الأول الابتدائي هيحملوه من الرابط اللي موجود أسفل الفيديو عشان يتدربوا على الهاند رايتنج، كيفية الكتابة الصحيحة. عندي هنا a police officer، a firefighter، a firefighter، وآخر صورة عندي اللي هي a vet اللي هو الطبيب البيطري. قلنا هنشرح بعض بقى الوظائف اللغوية اللي هو التركيب اللي موجود في الوحدة عندنا. عندي he is. he is طبعا عارفين ان is ده verb to be وبيأتي مع he، والاختصار بتاعه apostrophe s ومعناه هو يكون. عندي كمان التركيب التاني she is أو she is. she is أو she is. طبعا she is بمعنى هي تكون. تمام. الاختصار برضو بتاعها she's، والابوستروفي اس ده اختصار للإز. فهقول he is an engineer. he is an engineer، هو يكون مهندس. طبعا ممكن اقول له he is هنا طبعا عشان الاس ايه مكتوبة كاملة مش موجودة مختصرة، او هقول له he is لو مكتوبة زي ما موجود في السطر الاول بالشكل ده. تمام. عندي كمان she is a teacher. she is a teacher، هي تكون معلمة أو مدرسة. عندي بقى أدوات النكرة. إمتى أستخدم a وإمتى أستخدم an. طبعا عندي a بتأتي مع الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ساكن، وآن بتأتي مع الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف متحرك. يعني إيه؟ يعني إيه أولا حرف ساكن، ويعني إيه حرف متحرك؟ أنا عندي في اللغة الإنجليزية 26 حرف، منهم 5 حروف متحركة، وباقي الحروف ال21 حرف الباقيين يكونوا حروف ساكنة. يبقى أنا عندي كام حرف متحرك؟ 5، اللي هما ال A، ال O، ال U، ال I، ال E. 5 حروف متحركة، وبقية الحروف حروف ساكنة. فلما ألاقي عندي كلمة أو اسم مفرد يبدأ بحرف من الحروف المتحركة هيأتي معه آن. أما لو عندي اسم بيبدأ بأي حرف غير الحروف ال5 المتحركة، يبقى ده معناه إن هو بيبدأ بحرف ساكن وهياخد آ. وعندنا شكل جميل كده مبسط لحبايبنا طلاب الصف الأول عشان يقدروا يفهموا الحروف المتحركة ويحفظوها بسرعة. عندي أهو الأو ده شكل زي شكل الوجه كده، الفيس، الوجه. تمام. عندي حرف الإي لكنه العين الأولانية، حرف الإي العين التانية، وعندنا حرف الآي كأنه الأنف، وحرف اليو الفم. يبقى كده ال5 حروف المتحركين اللي عندنا في اللغة الإنجليزية. حرف الأو اللي هو دايرة الوجه. تمام. عندي حرف الإي العين الأولانية، والإي العين التانية، ثم الآي الأنف، وحرف اليو. تعالوا كده نشوف some examples بعض الأمثلة. époque. époque. عندي حرف كلمة بوك تبدأ بحرف ساكن أو حرف البي لأنه مش من الحروف المتحركة، فعشان كده هنقول له époque. اوكي. عندي كمان an apple. an apple اللي هي تفاحة. طيب كلمة تفاحة بتبدأ بحرف متحرك، حرف الإيه. حرف الإيه من الحروف المتحركة، وبالتالي هناخد معاها كلمة أو الأداة an. بعد كده عندي كلمة دكتور. كلمة دكتور. دكتور بتبدأ بحرف ايه؟ بتبدأ بحرف ساكن، عشان كده هناخد معاها أداة النكرة a. وعندي كمان كلمة an engineer. an engineer. عندي كلمة engineer بتبدأ بحرف متحرك، علشان كده هناخد معاها أداة النكرة an. تعالوا نشوف الإكسرسايز ده. عندي بعض الكلمات بتبدأ بحروف
تمام، عاوز أشوف هناخد معاها أداة النكرة ولا أداة النكرة an. فعندي كلمة tree. كلمة tree بتبدأ بحرف ساكن اللي هو حرف التي. تمام، فعشان كده هنوصلها بأداة النكرة فأقول له a tree. طيب، عندي كمان كلمة umbrella. umbrella. كلمة umbrella معناها شمسية. شمسية بتبدأ بحرف اليو، وحرف اليو من الحروف المتحركة وبننطقه umbrella. عشان كده هناخد معاها an. وعندنا الكلمة الأخيرة كلمة ant. ant. ant يعني نملة، بتبدأ برضو بحرف متحرك اللي هو حرف الآ. فعشان كده هناخد معاها أداة النكرة an. عندي كمان تركيب مهم جدا في الوحدة بتاعتنا اللي هي الوحدة العشرة، تركيب I wanted to be. أو آن ثم اسم الوظيفة. أنا عاوز أقول أنا أريد أن أكون. طبعا كل طالب يعبر عن الوظيفة اللي يحب أن يعمل بها في المستقبل. فكل واحد هيتكلم عن نفسه فهيقول I wanted to be. فلما مثلا أنا حابب أن أنا أكون طبيب بيطري فأقول I wanted to be a vet. I want to be a vet. طبعا كلمة vet طبيب بيطري اهي، وجايبين معاها أداة النكرة لأن زي ما اتفقنا إن كلمة vet تبدأ بحرف ساكن، عشان كده هناخد معاها الأداة النكرة عندي في الصورة التانية كلمة أو صورة المهندس. ومهندس يعني engineer. طب عاوز أقول أنا أريد أن أكون مهندس فأقول I want to be an engineer. I want to be an engineer. وطبعا كلمة مهندس بادئة بحرف متحرك، عشان كده هستخدم معاها أداة النكرة an. عندي بعض الكلمات المهمة التي تبدأ بحرف ال. كلمات بتبدأ بحرف ال. عندي أول كلمة في الوحدة كلمة leaf، ورقة شجر يعني leaf. leaf. الصورة التانية كلمة lamp. lamp اللي هي المصباح. الصورة التالتة لام. وطبعا كلمة لام البي في الآخر لما بيجي وراء عندنا حرفين، حرف الإم ويأتي وراه حرف البي الخفيفة اللي هي بي فور بوك، البي لا تنطق. فعشان كده بقول لام. البي غير منطوقة أو شبه مش منطوقة خالص. وطبعا كلمة لام معناها حمل أو خروف صغير. الصورة اللي بعد كده كلمة ناس كتير بتنطقها غلط للأسف ويقولوا ليمون. لا، النطق الصحيح بتاع الكلمة دي اسمه ليمون. ليمون مش ليمون. الأو اللي في الآخر دي مش بتتنطق بالشكل اللي هو الضخم اللي هو الأو المضمومة، فبقول ليمون. ليمون. عندي كمان الحرف اللي موجود في الوحدة حرف الإي. عندي الكلمة اللي بتبدأ بحرف الإي طبعا كلمة كلنا عارفينها وطبعا بنحب ناكلها اللي هو البيض، فبقول بيض يعني أو بيضة يعني إج. إج. وعندي كلمة exit. exit اللي هي مخرج. مخرج زي مخرج مثلا الطوارئ بيبقى في أي مبنى إحنا بنكون موجودين فيه، يعني إحنا في مدرستنا لازم بيبقى فيه مخرج للطوارئ لا قدر الله لو حصل أي حاجة. وكمان العلامة نفسها بتبقى موجودة على على أي باب. تمام، موجودة كلمة exit يعني مخرج. طيب تعالوا نشوف تمرين على الكلمات دي. توصيل ماتش وصل. اوكي، عندي نفس الصور وحرفي ال والإي. تعالوا نشوف هنوصل كل حرف بإيه. عندي أول حاجة حرف ال طبعا هنوصله بصورة الليمون. ليمون يعني lemon. ليمون يعني lemon. وكمان كلمة حرف ال هنوصله بكلمة lamb. lamb اللي هي كلمة الحمل الصغير أو الخروف الصغير. عندي حرف الإي هنوصله بصورة البيض، وكلمة بيض يعني egg تبدأ بحرف الإي. عندي كمان كلمة leaf تبدأ بحرف ال عشان كده هنوصل حرف ال بكلمة leaf. عندي حرف الإي كلمة مهندس بتبدأ بحرف الإي، فعندي اللي هي اسمها كلمة engineer. engineer. وآخر كلمة معانا اللي هي كلمة exit. exit
ودي بتبدأ بحرف برضو ال E. وبكده نكون أنهينا شرح الوحدة الأولى. أتمنى إنكم تستفيدوا من هذا الشرح. مع تحياتي مستر سيد سمير من قناة ايزي جرامر. أتمنى إن الشرح بتاع الوحدة يكون عجبكم. مش تنسوا الواجبات الهوم ورك موجودة أسفل الفيديو في الروابط للتحميل. أتمنى إنكم تعملوا لايك للفيديو وتشاروا على قد ما تقدروا وتعملوا سبسكرايب كمان. أشوفكم على خير إن شاء الله في وحدة جديدة مع مستر سيد سمير من قناة ايزي جرامر. باي.